والله انا ما عرفتش نيو انرجي تحديدا. انا كنت الحقيقه يمكن ضد فكره عربيات الكهرباء شويه. كل العربيات الكهرباء اللي انا بشوفها في الشارع دي هو مين بيعمل لها؟ انا اسمي محمود ابو العلا، وتايتل انا في احد الشركات يعني القطاع الخاص يعني، وانا ماسك السيفو بتاع الشركه. والله انا ما عرفتش نيو انرجي تحديدا، تمام، او ما حدش قال لي عليها تحديدا، ولكن انا كنت بسيرش على الانترنت وعلى السوشيال ميديا يعني خاصة يعني، فاتكعبلت في النيو انرجي. انا كنت الحقيقة يمكن ضد فكرة عربيات الكهرباء شوية. انا عارف مسبقا انه العربيات الكهرباء في مصر ملهاش وكيل، او بمعنى صح الوكيل مش بيسبورت العربيات الكهرباء. هي دي كانت مشكلتي الاساسية مع عربيات الكهرباء. قعدت سيرش على الانترنت، كل العربيات الكهرباء اللي انا بشوفها في الشارع دي هو مين بيعمل لها صيانه؟ مين بيصلحها لما تبوظ؟ ولقيت نيو انرجي من ضمن الكيانات المحترمه اللي الناس بتشكر فيها. تواصلت معاهم هنا. هو اخدت فتره يمكن بتاع اسبوع بذاكر فكره ان الواحد يشتري عربيه كهرباء. اول تجربه ان انا امتلك عربيه كهرباء. من ضمن الدراسه بقى بتاعتي او الهوم ورك اللي انا قعدت اعمله، لقيت لا، البي واي دي في ليفل تاني خالص كعربيات كهرباء، وبقوا هم اللي اساسا سبلاي انواع اخرى من العربيات مشهوره قوي، وطلعوا بقوا هم نمره واحد. فهو ده اللي شجعني الحقيقه، وكمان التكنولوجيا بتاعت البطاريه مختلفه وحديثه جدا. خليني اقول لك من ضمن الحاجات اللي انا بصفها تحديدا، زي ما قلت لك، تكلفه العربيه الكهرباء مش هتصرف الاشياء دي، انك انت لما تيجي اللي هو الترخيص وعقد البيع والحاجات دي، برضه في العربيه الكهرباء ارخص. سهل جدا ان اي حد يستورد عربيه ويبيعها، لكن مش من السهل انك تلاقي حد يعمل الافتر سيلز. فدي طبعا اظن احد المزايا الجامده جدا جدا بالنسبه للنيو انرجي. تاني حاجة يمكن المصداقية اللي أنا لقيتها مع التيم هنا. هو التيم الحمد لله very responsive. أي سؤال عندي بتكلم في التليفون ولا ببعت على الواتساب، الرد بيجيلي على طول. حتى في الحاجات اللي هي ملهاش دعوة بالعربية نفسها اللي أنا عاوز أشتريها، وحاجات تانية بصفة عامة في العربيات الكهرباء يعني. لقيت في خبرة جامدة في او المعرفه بالعربيات الكهرباء.